نبدأ إذن بملفنا الأول، فقد ارتفعت حصيلة المشاريع المعلنة والمخطط تنفيذها لإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين في الدول العربية إلى 73 مشروعا. في هذا العرض سنتعرف معكم على ترتيب الدول العربية في إنتاج الهيدروجين في عام 2022 وفق تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول أوبك. تمثل مشاريع إنتاج الهيدروجين ومشتقاته حصة تبلغ 87.7% من إجمالي المشاريع المعلنة، بينما تمثل مشاريع استخدام الهيدروجين في قطاعات النقل البري والبحري والجوي نحو 9.6%. أما مشاريع نقل الهيدروجين فتمثل النسبة المتبقية والبالغة 2.7%. تتصدر مصر القائمة بإجمالي 23 مشروعا غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. سلطنة عمان جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 11 مشروعا غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء أيضا. هذا فيما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بإجمالي 10 مشروعات متنوعة بين إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء والزرقاء وتطبيقات الهيدروجين في قطاعات النقل. بلغ إجمالي المشاريع المعلنة في المملكة السعودية 9 مشاريع متنوعة بين إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء والزرقاء أيضا. في المغرب هناك 7 مشاريع جميعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتحتل المرتبة الخامسة في الإنتاج بين الدول العربية. في المرتبة السادسة جاءت موريتانيا بإجمالي 3 مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. في المرتبة السابعة جاءت الجزائر ب4 مشروعات، والتي تضمنت لأول مرة دراسة تنفيذ مشروعات لخطوط أنابيب لنقل الهيدروجين بين الجزائر وإيطاليا. وفي المرتبة الثامنة جاء مشروعان في كل من جيبوتي والعراق. وفي الختام هناك مشروع واحد في دولة قطر ومشروع واحد أيضا في المملكة الأردنية الهاشمية.